ازيكم عاملين ايه؟ انا فاطمة الزهراء. النهاردة بقى هنعمل مع بعض طريقة القرص الفلاحي. عايزاكم تتفرجوا على الفيديو للاخر، ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير للفيديو. يلا بينا نبتدي. هنجيب اول حاجة كيلو دقيق وهننخله، انا هنا كنت نخلته، وهحط عليه رشة ملح وهحط معلقتين سكر كبار وهحط 2 باكو خميرة فورية. طريقتها سهلة خالص خالص خالص، وكمان حلوة جدا، تنفع للفطار تنفع للعشاء، صدقوني هتحبوها جدا. وهحط معلقة كبيرة بيكنج باودر اللي هي تقريبا يعني كيس بيكنج باودر، وبعد كده هنقلب المكونات دي مع بعض، هنقلبها كويس جدا جدا عشان خاطر كلها تندمج مع بعضها. اهم حاجة ان احنا في الاول بنخلط المكونات الجافة مع بعضها، اللي هي السكر والدقيق والخميرة ورشة الملح، وما تنسوش ان انتوا تنخلوا الدقيق. وبعد كده هضيف حوالي كوباية سمنة، وانا بضيفها تدريجيا، يعني بضيف الاول نصها وبقلب، وبعد كده بضيف النص التاني وبقلب. سمنة او زبدة، لو ما عندكمش سمنة او زبدة ممكن تستعملوا زيت، بس هي القرص الفلاحي بتبقى احلى حاجة بالسمنة البلدي. وابتدي بقلب كويس كويس، وضفت النص التاني من كوباية السمنة، وهبتدي ان انا هقلبهم مع بعض برضو كويس. هكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصف تحت. طبعا بقى انا هنا يعني موضوع المعلقة طبعا انتهى معايا، طبعا لازم هنضطر ان احنا نستعمل ايدينا، فهبتدي ان انا اعجن كده، لان المعلقة هتبقى صعب الصراحة ان احنا ندخل كله مع بعض. هبتدي ان انا اعجن الدقيق مع السمنة لحد ما تتحول الدقيق معايا لا كده حبيبات كده، كأنها تبقى شبه الرملة شوية. بصوا عاملة ازاي، الاقي السمنة كلها اختفت كسائل وبقت عاملة زي الرملة. وبعد كده بقى هنيجي ان احنا نحط المكون التاني اللي هو اللبن. ممكن كمان تستعملوا لبن رايب، يعني ممكن تستعملوا اللبن العادي او تستعملوا لبن رايب. انا هنا كان عندي لبن، واللبن باظ مني يعني جبن كده شوية فبقى لبن رايب، فانا استعملته، قمت زودت عليه معلقة خل واستعملته، وابتديت ان انا ازود كوباية كوباية عشان خاطر اشوف العجينة بتاعتي محتاجة قد ايه. انا زودت دلوقتي كوباية وابتديت ان انا اقلب، شفتها محتاجة تاني فقمت زودت كوباية تانية. هي احتاجت مني حوالي 3 كوبايات من اللبن الرايب، ممكن انتوا تحتاج منكم اكتر او اقل شوية على حسب برضو نوع الدقيق بتفرق. بس انا العجينة بدأت تلم نفسها معايا على 3 كوبايات لبن رايب، وفضلت اعجن حوالي لمدة مثلا 10 دقايق كده ولا حاجة. لو عندكم عجان في الخطوة دي حطوها في العجان، هتفرق جدا وهتسهل عليكم كتير، بس مش هنعجن كتير بايدينا، حوالي زي 10 دقايق كده. ولو العجينة بدأت تلزق معاكم ادهنوا ايديكوا زيت، ما تدهنوهاش، ما تحطوش دقيق خالص، كل ما تلزق معاكوا ادهنوها زيت، وهتبقى سهلة جدا جدا جدا. وبعدين هقوم شايلاها وحاطه نقطة زيت زي ما انتوا شفتوا كده، ودعكه بيها الطبق، وحاطه العجينة تاني ومغطياها، هخليها تخمر لمدة ساعة. ونيجي بقى هنا للحشوة اللي انا حشيتها. انا حشيت جبنة قريش،
حشيت جبنة بيضة، تقدروا إن انتوا تحشوها اللي انتوا عايزينه، ممكن كمان تعملوها سادة. خليني بقى أقولكوا بنحشيها ازاي. بنقطع منها حتة كده على شكل كورة وبنكورها كده. طريقة الحشو سهلة جدا. وبعد كده بنقوم نفتحها كده من النص، زي نبططها كده من النص بحيث ان احنا نعمل فيها زي دايرة من النص كده، حفرة كده بحيث ان احنا نقدر نحط فيها الحشوة. وحطيت فيها الجبنة وهبتدي ان انا الفها كده. هبتدي ان انا اكورها تاني بس كده، وهكذا. طريقتها سهلة جدا، ما فيهاش اي حاجة ومش بتاخد وقت خالص، وطعمها وريحتها كمان عايزة اقول لكم طلعت فظيعة فظيعة فظيعة. بندهن الصاج او الصينية بتاعتنا بمادة دهنية، زيت او سمنة عشان خاطر ما تلزقش. وبعد كده بكورها الكور دي، وبقوم بعد ما بخلص كل صاج او كل صينية بقوم مغطياها برضو ترتاح كده تخمر حوالي نص ساعة. يعني في الاول بقوم حطاها تخمر لمدة ساعة، وبعدين جوه الصاج بخليها تخمر لمدة نص ساعة. وفي الوقت ده انا بكون مشغلة الفرن على اعلى درجة حرارة. وانا كمان عملت حشوة تانية حطيت فيها جبنة تشيدر، زي ما انتوا عايزين تقدروا تحطوا اي حشوة انتوا حابينها، ولو حابينها سادة براحتكم برضو بتبقى حلوة جدا. ودي بقى كانت اخر حشوة كده انا عملتها. حطيت كام معلقة، حوالي زي معلقتين سكر مع رشة قرفة. دي كانت القرص اللي هي طعمها حلو. وبعدين لفيتها كده زي ما قلتلكوا وكورتها، وحطيتها برضو في الصينية بتاعتها وسبتها تخمر. هنا بعد ما خمرت تاني لمدة نص ساعة ببتدي ان انا ابططها عشان خاطر تديني شكل القرص اللي احنا بناكله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير، وعايزاكم تجربوها وتقولي رأيكم في الكومنتس. وما تنسوش كمان تعملوا فولو الاكونت بتاع الفيسبوك والانستجرام والتيك توك، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف. بصوا ما بتاخدش وقت خالص في الفرن، بتاخد حوالي زي 10 دقايق بالظبط وخلاص. وبدهن الوش بعد ما بخلص، هتشوفوا دلوقتي انا بدهنه بسمنة عشان خاطر تديني اللون اللي هو المحمر. بصوا كده بعد ما بططتها شكلها اساسا وريحتها ما تطلع من الفرن هتبقى فظيعة. دهنتها هنا بالسمنة. بس وده شكلها اما طلع. اخدت حوالي 10 دقايق بالظبط مش اكتر من كده. مضطرتش ان انا اشغل عليها ولا الشواية ولا اي حاجة، هي الفرن وبتبقى خلاص بتطلع هشة وجميلة. بصوا الجبنة، بصوا طلعت سخنة وفظيعة. ممكن تقدروا تاكلوا الكمية اللي انتوا عايزينها، وممكن كمان تحطوها في اكياس وتحطوها في الفريزر، بعد كده طلعوها تسخنوها بتبقى فظيعة. بالهنا والشفا. باي باي.